ازيكم عاملين ايه يا احلى متابعين في الدنيا؟ النهارده بقى هنعمل احلى طاجن مسقعه، احلى واجمل طاجن مسقعه ممكن تاكليه في حياتك. طاجن المسقعه مفيش حد ما بيحبوش. انا عن نفسي بصوا بموت في المسقعه، بحبها قوي، وطبعا اكيد انتوا كمان بتحبوها. شايفين اصلا منظر الطاجن عامل ازاي؟ بصوا تاكلوا صوابعكم وراه، شكله جميل جدا وكان طعمه وريحته مفيش احلى من كده. تعالوا بقى نعمله مع بعض خطوة بخطوة، نسمي الله ونبدأ مع بعض. شكله خطير جدا. معايا بقى كده البتنجان، انا غسلاه ومجهزاه اهوت معايا، ومعايا عصير الطماطم، ومعايا الفلفل الحراق. ممكن انتي ما تستخدميش الفلفل الحراق. انا عن نفسي بحب يعني المسقعة تبقى مشطشطة كده. ممكن انتي لو حابة تحطي فلفل رومي مفيش مشكلة. ومعايا التوم المفروم اهوت، ومعايا عصير الطماطم، ومعايا الفلفل، وهقطع بقى معاكم دلوقتي كده البتنجان. بصوا اهم حاجه البتنجان يبقى صابح، تجيبيه البتنجان الصابح، ما يبقاش اللي هو فيه بذر ده من جوه اللي بيبقى ممرر. بصوا بقى انا بحب اقطع البتنجان ما بقشروش خالص، انا بسيبه بالقشر. القشر مفيد جدا يا جماعه، القشر حلو، انا مش بقشره. بص البتنجان من جوه ابيض، ومش اللي هو المبذر الممرر ده. ممكن انتي بقى تقطعي البتنجان اصغر من كده زي ما تحبي، بس انا بقطعه هو الحجم ده كويس. ممكن انتي بقى لو محتارة على عمايل الاكل، دي اكلة بصوا يعني حلوة اوي، كلنا بنحبها، مفيش حد ما بيحبهاش، وجميلة جدا. تعمليها على الفطار، تعمليها على الغدا. لو محتارة هتعملي اكل ايه تعمليها، ما بتاخدش يعني ثواني وبتخلص. اهو بصوا شايفين البتنجان، اهم حاجة تجيبي البتنجان صابح. انا بقطع البتنجانية كده بالطول، وبعد كده تقطعيها حتت صغيرة. وزي ما قلتلكوا انا ما بقشرش القشرة بتاعته، القشرة مفيدة جدا. كده برضو بصوا اهو، لو حابين عشان تبقى على قد اللقمة بتاع العيش كده وانتي بتاكليه، لو انتي عايزة تصغريها براحتك خالص. هقطع بقى البتنجان كله بنفس الطريقة ديت. بعد كده هعمل ايه بقى؟ هنرش بقى ايه، هحط معلقة ملح على البتنجان واقلبها علشان ما تشربش زيت. الخطوة دي مهمة جدا. مش هتلاقي المسقعة فيها زيت خالص، يعني لازم تعملي الخطوة دي. هجيب كده صينية واحط فيها معلقتين زيت، وانزل بقى بالثوم اللي هو المفروم. طبعا الزيت يعني يكون سخن. هستنى بقى لما التومة كده تصفر معايا، تاخد اللون الذهبي، وبعد كده هنزل بعصير الطماطم. هحط بقى البهارات والملح، انا بحط عليها كمون مطحون وملح. في ناس بيعملوها ببصل، لا انا ما بحبهاش بالبصل، جربوها بس بالطريقه بتاعتي دي هتعجبكم جدا. كده التومه كده قربت تصفر معايا اهيت، هنزل بقى كده بعصير الطماطم. اكلة المسقعة ديت بالشطة كده، بالعيش المفقع، العيش اللي هو طالع سخن ده،
انا بحبها احلى من المسقعه اللي هي باللحمه المفرومه. طبعا في اذواق وكده في الاكل، بس انا بحب اللي هي المسقعه البلدي المصريه بتاعتنا، اللي هي الحراقه المشطشطه دي، عن اللحمه المفرومه الصراحه ما بحبهاش. كده انا نزلت بعصير الطماطم. كده انا جهزت الطاسه بتاعتي اهوت، هقلي فيها بقى بقول لكم اهوت انا نقلت الطماطم تتسبك على العين التانية، وهقلي بقى هنا البتنجان معاكم هنا في الطاسه. طبعا انا استنيت لما الزيت قدح كده، وبعد كده تنزلي بالبتنجان. هقلي بقى معاكم البتنجان كده كله. كده البتنجان كده اهوت، كده هطلعه. وزي ما قلتلكوا، اللي ما بيحبش الشطة الحراقة، الفلفل الحراق، ممكن تستغني عنه وتحطي الفلفل الرومي عادي براحتك خالص زي ما تحبي. وهنا الصلصة كانت قربت تتسبك اهيت. هبتدي بقى اقلي الدور التاني، يعني انا هقليه كله كده لحد ما اخلصه كله قليه، واقلي الفلفل برضو. طبعا احنا مش كل يوم لحمة وفراخ يا جماعة، طبعا بنزهق، احنا بنيجي يوم وبنزهق من نعمل لحمة وفراخ والاكلات كتير، فبتيجي في مرة بتبقى عايزة تاكلي اكلة حرشة كده في نص الاسبوع كده. فطبعا الاكلة دي مش مكلفة خالص، وموجود طبعا عندنا البتنجان والحاجات دي موجودة في البيت عندنا، تعمليها في اي وقت ومش هتاخد منك وقت ولا مجهود، ولا ما خدتش مني وقت خالص. وتغيير بقى، بدل يعني كل يوم طبيخ واكل وكده، فتغيير. بصوا كده انا نزلت اهوت، كده انا قليت البتنجان اللي معايا كله، وبعد كده اخر حاجة بقى الفلفل، بقليه في الاخر. الفلفل ده مش عايزه اقول لكم حراق جدا، بس انا بحب الحاجة الحراقة يعني. هو شايفين اصلا الفلفل والبتنجان كده وهم مقليين شكلهم يجنن. كده هي الصلصة بتاعتي كده اتسبكت خالص. هنزل بقى بالبتنجان والفلفل بتاعي كده. ممكن انتي برضو لو حابة تحطي فيها بطاطس، تقلي بطاطس برضو وتروحي حطاها معاهم. الحاجات دي يا جماعة اختياري براحتكم خالص، بس انا بحب اكلها كده. شايفين منظر المسقعة؟ شكلها تحفة تحفة تحفة، جميلة جدا. اهو بصوا انا قلبتها كلها اهي بقى، وهروح حطاها بقى في الطاجن، وهدخلها الفرن. الريحة كانت جبارة. كده انا جبت الطاجن اهو بقى، هنزل بقى بكل المسقعة بتاعتي كده كلها في قلب الطاجن. شايفين المسقعة؟ بصوا ما فيهاش يعني مش ما فيهاش زيت كتير، عشان معلقة الملح اللي احنا حطيناها ديت خليتها اللي هي ما شربتش، يعني البتنجان ما شربش زيت خالص. اهو بصوا شايفين المسقعة شكلها خطير. كده بقى بصوا هجيب بقى كده فلفل كده الحراق، واحط على وشها كده عشان يبقى شكلها حلو برضو كده واحنا بنقدمها. وانا طبعا مولعه الفرن سايباه يسخن، هحطها بقى على الشوايه تاخد الوش الجميل بتاعها ده، وهوريها لكم بعد ما تطلع.
كده بقى بصوا الطاجن بتاعنا خرج من الفرن، ريحته تحفة وتفتح النفس. الاكلة دي جميلة جدا جدا جدا، جربوها. شايفين الجمال؟ شكله خطير. شايفين بقى؟ بصوا. وهقدم برضو معاه عيش، انا بحب العيش اللي هو المفقع اللي هو طالع لسه من الفرن ده، تاكليه معاه كده مع خيار، تقطعي الخيار. هي الاكله ديت يعني مش عايزه اكتر من كده. شكله بصوا رهيب. اتمنى بس الفيديو يكون عجبكم، ويا ريت بقى الاشتراك ولايك للقناه، وما تنسيش تعليقاتكم الجميله اللي انتوا بتسيبوها لي. اهو بصوا كده انا قطعت خيار، وبصوا بقى العيش اهو انا بجيبه من الفرن. بصوا شكله جميل ازاي، لسه طالع من الفرن سخن. مفيش احلى من كده اكله الصراحه. يا رب بس الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش بقى تشتركوا في القناه زي ما قلت لكم. عايزه بقى لايكات كتير كده للفيديو المسقعه ده عشان اعرف اللي هو عجبكم. السلام عليكم.